الكرتون ديال غامبول. شكون فينا ما عمرو تفرج في هذا الكرتون هذا؟ ضروري ما غيكون فايت لك تفرجتي في شي حلقه ديالو، ولكن واش عمرك تسالتي شنو هي الحلقه الاخيره ديال هذا الكرتون هذا؟ في هذا الفيديو غندوي لكم على الحلقه الاخيره من كرتون غامبول، واللي كتعتبر حلقه مفقوده. وانا غتسولني شنو هي حلقه مفقوده. الحلقات المفقوده هما الحلقات اللي كيبقاو غير عند الشركه. دابا انت فاش كتفرج في الكرتون، دوك الحلقات اللي كيدوزو في التلفازه كيمثلوا غير 20% من الحلقات اللي كنتجهم الشركه، وديك 80% الاخرين يا اما القصه ديالهم ما كتكونش زوينه، اولا كيكونوا حلقات تجريبيه، اولا ما كيكونوش مرسومين مزيان. هادشي باش نوضح لكم شنو هي حلقه مفقوده. وفي هذا الفيديو غندوي لكم على وحده من هذه الحلقات هادو، واللي كتعتبر الحلقه الاخيره من كرتون غامبول. غير هو قبل ما نبداو ما تنساش معك داك اللايك واشتراك في القناه باش يوصلك الفيديوهات الجايين. ويلا نبداو. الحلقه كتبدا بعنوان ذا ريفاين، واللي كتعني الحزن بالعربيه، وكتبدا الحلقه ببعض اللقطات من الذكريات ديال غامبول مع العائله ديالو. ومن بعد هادشي كنشوفوا غامبول جالس غير بوحدو في وسط القسم، وكان باين عليه الحزن. والقسم اللي كان فيه غامبول كان فيه واحد السواد وواحد الظلام اللي غريب، وكان غادي وكيقرب من غامبول، حتى فجاه غتبان واحد الجمله كتقول انا السبب حيتاش ما قدرتش نعاونهم. ومن بعد غامبول كيقول راني شفتهم بعينيا وهما هاربين من داك الوحش، وعاوتاني كيعاود نفس الجمله وكيقول انا السبب حيتاش ما قدرتش نعاونهم. ومن بعد كيختفي كلشي وكتولي الشاشه باللون الابيض، وكتبان لنا كلمه انايس اللي هي الاخت ديال غامبول. كنسمعوا شي واحد كيدوي مع انايس وغيقول لها واش كتسمعيني، وغتقول ليه لا. من بعد كيبان لنا داروين، ولكن يديه ورجليه كانوا مقطوعين، وكان كيبان حزين، وكان الشكل ديالو بحال الا شي وحش هجم عليه. ومن بعد كنشوفوا داروين من البعيد وكان كيرجف بسبب البرد، حتى فجاه بدون اي سابق انذار شي واحد غادي يضربو نيشان راسو، وبهكا غيكون مات داروين. ومن بعد كتبان لنا انايس، ولكن الوجه ديالها ما كانش طبيعي، وكان بحال شي واحد قطع الوجه ديالها، يعني بهكا انايس حتى هي ماتت. ومن بعد غيبان لنا الوحش اللي قتل داروين وانايس، ولكن ما معروفش شكون هو اولا شنو سميتو. ولكن الا كتبتوا هذه الجمله في البحث ديال جوجل غيطلع لكم هذا الكائن هذا، واللي كيشبه لهذا الوحش اللي قتل داروين وانايس. المهم نرجعوا للحلقه، وكيبان لنا فيها واحد الظلام، وهنا غيبان لنا غامبول هو شانق راسو في وسط القسم في واحد المشهد اللي مأساوي. وهنا كاينين جوج فرضيات، يا اما غيكون غامبول هو اللي صفاها لراسو، ولا الوحش براسو هو اللي صفاها ليه. كتب لي الراي ديالك على هذا الموضوع. انا كنظن ان غامبول هو اللي صفاها لراسو من بعد كاع داكشي اللي طرا لغامبول وانايس، حيتاش ما قدرش انه ينقذهم كما كيقول هو في الاول الحلقه. كتب لي الراي ديالك في التعليق. وهادشي ما كان في هذا الفيديو، ما تنساش معك داك اللايك واشتراك في القناه، ونشوفكم في الفيديو الجاي. وتهلا. وحنا صغار تقريبا كلنا تفرجنا في الرسوم المتحركه، وكنا معجبين بالشخصيات ديالهم اللي كانوا ظريفين بحال توم وجيري، ميكي ماوس وسبونج بوب. ولكن في هذا الفيديو ما جيتش نعاود لكم على الجانب المشرق من الكرتون، ولكن جيت نعاود لكم على الجانب المظلم من الكرتون، وعلى ارعب الحلقات اللي كاينين في الكرتون، واللي كتعتبر حلقات مفقوده اي محذوفه وما عمرهم دازوا في التلفازه. وفي هذا الفيديو غندوي لكم على جوج حلقات مفقوده، الاولى ديال ميكي ماوس والثانيه ديال سبونج بوب. الفيديو راه كاين في القناه ديالو في يوتيوب، دخلوا تفرجوا فيه. تهلاو.